أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر صمم ليكون وسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد آلية دائمة للمساعدة، موضحا أن الهدف يتمثل في مرافقة الأسر المستفيدة نحو الاندماج في سوق الشغل وتمكينها من تحقيق استقلالية اقتصادية تجعلها تنتقل تدريجيا من تلقي الدعم إلى الإسهام في خلق الثروة. وفي السياق ذاته يجري الإعداد لإطلاق مشروع خاص بمواكبة الأم والطفل يهدف إلى دعم النساء خلال فترة الحمل والسنوات الأولى من حياة الطفل، من خلال تخصيص منحة بقيمة 1800 درهم للحمل الأول و1200 درهم للحمل الثاني، إضافة إلى منحة شهرية قدرها 100 درهم للأطفال من الولادة إلى 2 للمساهمة في تغطية مصاريف التلقيح والتغذية. وختم لقجع بالإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل حاليا على تطوير منصة جغرافية متخصصة لتتبع منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، بما يساهم في تحسين استهداف الفئات المستحقة ورصد الخصوصيات المجالية ودعم التخطيط الاستراتيجي للبرامج والسياسات الاجتماعية.